السلام عليكم ورحمة الله، نصلي على الحبيب علشان قلوبنا تطيب. عاملين النهارده مكرونة وبانيه، وكان عندي سلطة من امبارح، وكان عندي صلصة برضو من امبارح. الصلصة دي بالخل والثوم. كانت مركونة عندي في التلاجة، وانا ما عنديش طماطم بصراحة اعملها للمكرونة، فقلت انا هعملها. وعايزه اقول لك والله كانت احلى مكرونه كلناها في حياتنا، اللي هي بالخل والثوم كده، وكانت اصلا معموله لحاجه تانية مش معموله للمكرونه في فاض عندي. فطبعا احنا مش هينفع نرمي حاجه في الايام اللي احنا فيها وربنا عالم بينا دي، فما ينفعش نرميها خالص. وعندي ربع كيلو بانيه، ده ربع كيلو بانيه بالظبط. معايا علبه زبادي، معايا بصلايه، ومعايا ورق لورا. وطبعا البانيه بتاعي انا غسلاه بليمون، يعني مش قادره اقول لك. دقيق ملح ليمون كفيل يشيلك اي زفاره. ودايما لما بعمل حاجه يكون فيها ان هي تبقى زفره او اي حاجه، بقول لك دقيق ملح ليمون بيضيعوا اجدع زفاره. زائد برضو لو انت شاكه ان الموضوع فيه زفاره، احنا بنغير الفرارجي او بنغير الراجل اللي انت بتشتري منه اللحمه او بتشتري منه الفراخ، او ما تغسلي كده برضو شم ريحه زفاره، يبقى ده على طول يتغير، يبقى المحل يتغير. عشان بلاقي كومنتات ان برضو ما مهما بغسل برضو بلاقي الموضوع لسه زفر. فمهما تغسلي ولاقيه الموضوع زفر وفي ريحه انت مش حباها كده مش لطيفه، فيا ريت نغير الراجل اللي انت بتشتري منه ايا كان الحاجه بتاعتك. طبعا مسكته شطفته من الليمون، شلت الليمون ومسكته شطفته حلو قوي وصفيته. بعد كده بنزل الزبادي بتاعي، وحطيت حبه خل، وحطيت الورق الغار، وحطيت بصلايه. طب انا ما عنديش زبادي وعندي لبن، ممكن تحطي حبه لبن، يعني حبه لبن يغلوا، وبعد ما يغلوا حطي حبه الخل اللي انا حطيتهم على البانيه، حطيهم في قلب الكوبايه بتاعه اللبن، واستني شويه هتلاقيه قطع خلاص بقى زبادي. بس هحط فلفل اسمر، وهحط شويه ملح، وهحط عندي برضو نطرة 7 بهارات. يعني مش هنحط حاجات تاني. ونطرة ملح، وحبة مش نطرة، حبة حلوين كده، يعني حبة ملح حسب، بصي بعينك كده، هي بقى طبعا دي خبرات. الملح والفلفل الأسمر والبهارات. طبعا معايا حلة على النار، اعملي المكرونة اللي تريحك. أول ما المية تغلي بحط فيها شوية ملح، واحط فيها المكرونة. طبعا المكرونة عندي بتتكسر أو أي حاجة، خلي بالك ما تديهاش سوا كامل، وتحطي حبة زيت في قلب المية. يعني أنا ما بحط الزيت في المية عشان أنا واثقة من المكرونة بتاعتي، فبحط هتحطي حبة زيت لو انتي ايه شاكة في المكرونة بتاعتك. بس طبعا انا الصلصة بتاعتي، بس كان عندي طماطميتين اتنين ضربتهم وحطيتهم في الاول ياخدوا غلوة تسبيكة كده في الاول، وبعد كده هرجع احط الطماطم بتاعتي اللي انا عاملاها. والله كانت احلى طبق مكرونة. كان حلو قوي على فكرة والله. حطيت واحدة ماجي، وبرده ايه خلي بقى ما رضيتش احط ملح ولا احط بهارات ولا احط اي حاجة، قلت هدوقها بالمعلقة. لقيتها محتاجة حاجة هضيف، ما لقيتش محتاجة حاجة، ايه لقيتها محتاجة مكعب واحد ماجي. كان طعمها خرافة، سبتها تتسبك مع نفسها. هنا معايا كيس فيجيتار واحد. طبعا الكيس فيجيتار بيبقى فيه لدعة مش هيكفي. رحت جايبه معلقه دقيق على معلقه نشا، ورحت مفضيه كيس البقسماط بتاعي. انا طبعا ده ربع كيلو بانيه، فيعني هو يا دوبك الحبه اللي انا عملتهم دول خد ربع كيلو بانيه. فطبعا انا عايزه اقول لك حاجه، ممكن بقسماط من الفرن اللي هو الطويل ده، ممكن تجيبيه وتطحنيه قوي 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 قوي، بيبقى تحفه في البانيه. ولو عندك بقسماط انت مشتريه من العطاره او اي حاجه، بس كيس الفيجيتار ده بيطعم الاكل حقيقي بيفرق قوي، وبيطعم الاكل. يعني حتى لو عامله كيلو بانيه ممكن اجيب كيس واحد، واضيف حبه بقسماط على عندي من اللي هو انا بجيبه من العطار، على حبه دقيق، على حبه نشا، بس المهم ان هو يطعم الاكل، ويديني نفس الطعم او نفس الريحه بتاعه كيس الفيجيتار. بس يعني انا بحط كيس الفيجيتار واحد عشان بس ايه، اطعم بيه بس الاكل. طبعا انت بتجيبي حته البانيه بتخليها من اي حاجه من البصل والحاجات دي. طبعا انا كسرت بضايه، انا ممكن ما اكونش اكسر بضايه، لو مش عايزه تكسري بضايه ما تكسريش عادي، دي حاجه ترجع لك. عايزه تضيفي بضايه، انا ضفت بضايه واحده برضو في قلب الخليط على بعضه كله على بعضه. ولما تيجي ترمضيه دوسي عليها، بصي الزيت هيبقى الزيت معاكي نضيف قوي، مش هيتوسخ ولا ينزل في دقيق ولا اي حاجه. متنسيش تعملي لايك بعد اذن حضرتك، ولو مش عندي على الصفحه اعملي لي متابعه، ولو مش عندي على قناه اليوتيوب يا ريت بعد اذن حضرتك تعملي لي اشتراك، ده على عيني وعلى راسي كلكم اخواتي. انا بتشجع بيكم، ربنا يستر عرضكم ويوفقكم ويكرمكم، وربنا يفك كربكم، وربنا يرزقكم بخير الدنيا كله يا رب، امين يا رب العالمين. شكرا، ربنا يسعد قلبكم.